لازم تكون طالع من فترة الجامعة او حتى من اللحظة اللي انت بتسمع فيها حتى الكلام اللي انا بتكلم معاك فيه دلوقتي، سواء كنت جرادويت متخرج او حتى بتشتغل. لازم تعرف ان لازم تعمل بالانس. ما ينفعش الحياة العملية تاخد كل وقتك او الحياة العلمية تاخد كل وقتك، فتلاقي نفسك في النص حياتك انت كشخص ضاعت او هويتك انت كشخص ضاعت. انت لازم تعمل بالانس. فانت لو في الجامعة لازم تتعلم يعني ايه بالانس ما بين حياتك الاجتماعية وحياة الفولنتيرنج والحياة اللي انت هتتعلم منها تبني السوفت سكيلز بتاعتك. لازم انت نفس البالانس ده يكون مع دراستك، ولازم يكون البريوريتي بتاعتك يكون للدراسة بتاعتك، ويعني ان انت تقوي نفسك في مجالك، وفي نفس الوقت كل ده هيليد ان انت تكون شخص ناجح. بس ساعات الناس لما وهي بتجري ورا الجويلز بتاعتها ورا اهدافها هي بتنسى نفسها، فتلاقي نفسك المنتل هيلث بتاعك والمنتل بيس بتاعك خلاص في الضياع. انت نفسيا انت تعبان، انت على طول مجهد، انت على طول مش قادر انت تعمل حاجة. فانت لازم ان انت تقسم وقتك بطريقة صح. انا حتى في معادلة بيقولك ازاي ممكن تعمل البالانس ده، يعني ازاي اوازن. واحد يقول لي ازاي أنا ما عنديش وقت 24 ساعة، بس انا ما عنديش وقت ان انا اعمل بالانس او اعمل اي حاجة تانية غير شغلي، اعمل اي حاجة غير ان انا اذاكر. رغم ان هتلاقي واحد معاك في الشغل بيعمل كل حاجة عادي، وهتلاقي واحدة معاك او واحد معاك في الجامعة بيعمل برضو كل حاجة عادي، ورياضة وسفر ومروح ومجاي. فهي الفكرة كلها بتديبند على ايه. اول حاجة ان انت تسيستم وقتك، ومع وقتك انت هتقسم اولوياتك، واولوياتك اللي هتتقسم على وقتك هتقسم عليها بناء عليه طاقتك. فهي دي المعادلة ان انت لو فهمتها في اي فترة ما في حياتك اعرف ان انت ماشي صح. لازم تكون عارف انه علاقتك بالناس، يعني علاقتك بربنا، علاقتك بنفسك اللي هي المنتل هيلث بتاعتك، وان انت تلعب سبورت، وان انت تكون مهتم بنفسك. كل الحاجات دي مع واجب عليك ان انت تريح نفسك وتاخد وقت خاص لنفسك بعيدا عن كل الناس، بعيدا عن كل حاجة. انت لو ما عملتش كده انت مستحيل تقدر تكمل في البالانس اللي انت ماشي عليه. هتلاقي نفسك في حاجة بتطغي على حاجة وانت ماشي في الطريق ده، هتنسى نفسك فيها. فنصيحة انه احنا كل مدى الحاجات اللي المفروض علينا والمشاكل، او حتى الاولويات اللي المفروض بتكون المفروض علينا، او مثلا التاسكس بتاعتنا بتزيد. فانت لو ما اتعلمتش ان انت تقسم وقتك او تخليك شخص قادر ان انت تعمل كذا حاجة مع بعض، انت هتوه في النص. فبيقول لك the most successful version of you is the one who's at peace not just productive. يعني انت كل ما تبقى هادي، دايما يقولك حتى الهادي بيحل كويس، الهادي بينجح، الهادي بيوصل. فتلاقي معظم الناس القوية بيزنس من بقى مش عارفة ايه وكده، تلاقيهم قاعدين راسين كده هم بيتكلموا في اي بودكاست. ده ليه؟ عشان هم عملوا بيوريتي للصحة النفسية بتاعتهم. برضو دي AI tools هتفيدكم جدا جدا، سواء كان بقى مثلا لو انت عايز تكيب اب مثلا spiritual او لايف ستايل، ومثلا productive apps. وبرضو في هنا AI tools زيادة شوية بس هي خاصة بالتايم مانجمنت. اخر مسج انا عايزة اقولها لكم انه انت مش محتاج خالص تكون شخص بيرفكت. انت محتاج ان انت يكون عندك مجرد نية ان انت تبتدي، مجرد نية ان انت تكون شخص كويس. حتى لو هتعقد النية دي وتتوكل على ربنا دلوقتي، اعرف ان انت في الطريق الصح. كل خطوة صغيرة حتى لو احنا مش شايفينها دلوقتي، يعني كل نقطة بتقع جوه الإزازة هي هتملاها في يوم من الأيام. فانت بناء عليه السمول ستيبس دي حتى لو مش باينة للناس، حتى لو هي أبطأ من الناس اللي حواليك، اعرف ان هي في يوم من الأيام هتوصلك. لأن هي هتضيف لك خبرة كل مرة هتعمل حاجة، هتضيف لك خبرة وهتضيف لك حتى استمرارية، وان انت تكون قادر ان انت تواجب بقية حياتك مع بعض. واخر حاجه انا عايزه اقولها لكم ان كل واحد فينا يقدر ان هو يبتدي من الصفر تاني. دخلت تخصص انت مش حابه تقدر تبتدي فيه وتكون احسن واحد فيه، دخلت كليه مش حاببها تقدر تبتدي وتكون احسن واحد برضو في الكليه دي، دخلت شغل واشتغلت حاجه وكانت عكس اختياراتك او عكس الباث المجال اللي انت كنت حاطه لنفسك، اعرف برضو ان انت تقدر انت تكون احسن واحد فيه. يعني الفكره كلها ان احنا نحاول ان احنا نفهم الحكمه من اختيار ربنا للمكان اللي احنا فيه، ونبتدي ان احنا نبالانس حياتنا، ناخد قرارات صح، ونعرف ان انت الوحيد المسؤول عن حياتك. يعني انت خدت قرار ان انت هتكون شخص كويس، انت اللي هتقدر تطلع نفسك من المشاكل اللي انت فيها. غير كده مش هينفع ان احنا نستنى حد يطلعنا، ولا حد يدينا مثلا نصايح عن حاجة معينة. بالعكس، انت الوحيد اللي تقدر ان انت تساعد نفسك مش حد تاني. فعشان كده خد قراراتك وتوكل على ربنا وابتدي تاني من الصفر، واعرف ان طول ما انت عايش هتبتدي هتوصل نقطة الصفر دي كتير قوي، تلاقي نفسك بعد ما وصلت على بيك في حاجة معينة رجعت للصفر تاني. فالشطارة ان انت تبتدي من تاني حتى لو كانت التاني دي هي نقطة الصفر بشكل مختلف.
وانا دلوقتي احنا وصلنا لاخر السيشن. انا بشكركم جدا جدا جدا، وسايبه لكم الاكونتس بتاعتي عشان لو حد عايز ان هو يسال على اي حاجه معينه، و I'm very welcome ان انا بجد اساعدكم كلكم. وبشكركم جدا جدا كلكم ان انتوا كنتوا معايا النهارده، واسفه جدا على اليوم انه كان طويل، انا عارفه. بس الحمد لله خلاص خلصنا. وبشكركم جدا جدا كلكم حقيقي.